أنا فتحية، ست بسيطة من عين شمس. عشت حياتي كلها أحلم ببيت دافي وجوز يحبني ويصوني. بس اللي حصل بعد ما أبوه مات كسرني وداسني في التراب. تحملت الذل سنين، بس في الآخر أنا اللي طلعت منتصرة. إزاي؟ اسمعوا حكايتي وهتعرفوا إزاي القهر ممكن يتحول لنار تحرق الظلم. أنا فتحية، بنت الحارة اللي كلها عارفاها. اتجوزت طارق من 8 سنين. كان بيحبني بجد، أو ده اللي كنت فاكراه. كان شاب طيب بيشتغل ميكانيكي في ورشة، وأبوه الحاج محمد كان راجل طيب. ساعدني أنا وطارق نعيش في شقة صغيرة في بيتهم الكبير في عين شمس. أول سنة جواز كانت زي الحلم. كنت بطبخ لهم أكل يخلي الحارة كلها تتكلم، وطارق كان بيضحك ويقول لي: يا فتحية، انتي سحرك في المطبخ ده هيخليني أبطل آكل بره. أم طارق كانت حنينة، وأخوه خالد كان عازب وبيعاملني زي أخته. بس الحلم ده مكملش. الحاج محمد مات فجأة بحادثة، ومن يومها البيت اتقلب. بعد ما الحاج محمد مات طارق اتغير. كان بيحب أبوه جدا، وبعد وفاته بقى زي الطفل الضايع. أمه بدأت تتحكم فيه، تقوله ازاي يتصرف، وهو يسمع الكلام زي الآلة. أم طارق اللي كانت حنينة بقت بتبصلي بنظرات غريبة، كأني أنا اللي جبت المصيبة. في يوم قالت لي قدام طارق: انت يا فتحية لازم تبطلي دلع، البيت ده عايز شغل مش بس طبيخ. طارق سكت، وأنا قلت لنفسي: عادي، دي زعلانة على جوزها. بس الحكاية ما وقفتش عند كده. خالد أخو طارق بدأ يتدخل في كل حاجة. كان بيقول لأمه: فتحية ما بتعرفش تتصرف، لازم نحط حدود. وطارق ساكت زي التمثال. كنت بقوله: يا طارق، أنا مراتك، لازم تدافع عني. كان يقول لي: ما تزعليش يا فتحية، أنا مش عايز مشاكل في البيت. حسيت إني لوحدي. السنين بدأت تمر، وكل يوم كان بيجيب ذل جديد. أم طارق كانت بتطلب مني أنظف البيت كله، مش بس شقتنا. كنت أروح السوق أجيب الخضار، أطبخ لهم، أغسل المواعين وأكنس السلم. وخالد كان بيتريق عليا قدام الناس: إيه يا فتحية، أنتي بقيتي الخدامة بتاعت البيت؟ الناس في الحارة بدأوا يتكلموا، وأنا كنت بسمع واسكت. مرة كنت تعبانة وقلت لأم طارق إني مش هقدر أنظف النهاردة. قالت لي بكل برود: ما أنتي قاعدة ببلاش، لازم تشتغلي عشان تستاهلي الأكل. طارق كان قاعد سمع كل حاجة وما نطقش حرف. في يوم جابوا بنت اسمها منى، بنت الجيران، عشان يخطبوها لخالد. منى كانت بتبصلي بنظرات احتقار. ومرة سمعتها بتقول لأم طارق: فتحية دي ما بتعرفش تلبس ولا تتكلم، إزاي طارق متجوزها؟ حسيت إن قلبي بيتكسر، بس سكت. كنت بقول لنفسي: هعدي اليوم ده عشان خاطر ابني الصغير أحمد. بعد سنتين من الذل حصلت الصدمة اللي كسرتني. كنت في المطبخ بسمع أم طارق ومنى بيتكلموا. منى قالت: يا حماتي، لازم نخلي طارق يطلق فتحية، دي ما بتعرفش تربي، وأحمد الصغير هيتعلم منها الفقر. وأم طارق ردت: أيوة، أنا من زمان بقول لطارق إنها مش قد المقام. سمعت الكلام ودخلت عليهم زي المجنونة: انتوا بتقولوا إيه؟ أنا اللي مربية ابني وشايلة البيت ده على كتافي. طارق كان موجود، وبدل ما يدافع عني قال لي: إيه دي يا فتحية، انتي ليه بتكبري الموضوع؟ حسيت إني بقيت زي الهوا ملهاش وجود. في الليل سمعت طارق بيتكلم مع خالد في التليفون، وبيقوله: أنا عارف إن فتحية ما بتعرفش تتصرف، بس أعمل إيه؟ أنا مش عايز أزعل أمي. ساعتها دموعي نزلت زي المطر، وقررت إني مش هفضل كده. من يومها بدأت أخطط في السر. كنت بجمع فلوس من شغل الصغير كنت بعمله، أعمل كعك وبسكويت لبعض الجيران. كنت بخبي الفلوس دي في علبة قديمة تحت السرير. كمان بدأت أتعلم من بنت جارتي نورة إزاي أستخدم الإنترنت. نورة علمتني إزاي أبيع الحاجات على فيسبوك. بدأت أعمل أكل زي المحشي والطواجن وأبيعها أونلاين. كنت بشتغل بالليل بعد ما الكل ينام عشان محدش يعرف. في الوقت ده الذل زاد. أم طارق كانت بتطردني من الأوضة لو عايزة تقعد مع منى وخالد. مرة منى قالت لي قدام أحمد ابني: روحي يا فتحية، نظفي المطبخ، مش عايزين ريحة الأكل هنا. أحمد اللي كان عنده 5 سنين بصلي وعينيه مليانة دموع. ساعتها حسيت إني لازم أتحرك بسرعة. بعد 3 سنين من الشغل في السر
جمعت فلوس كفاية عشان أشتري شقة صغيرة بعيد عن بيت العمدة. كمان شغلي على الإنترنت كبر وبقيت عندي زباين من الحارة وبره الحارة. قررت أواجه طارق. في يوم جمعته هو وأمه وخالد وقلت لهم أنا خلاص مش هفضل هنا، أنا اشتريت شقة باسمي وهاخد أحمد وهمشي. طارق اتفاجئ وقال لي انتي بتقولي ايه؟ ازاي اشتريتي شقة؟ أم طارق صرحت انتي ازاي تعملي كده من ورايا؟ ده بيتنا. رديت بكل هدوء ده بيتكم، بس أنا كنت فيه خدامة، دلوقتي أنا حرة. قبل ما أمشي عملت حاجة محدش توقعها. كنت عارفة إن أم طارق وخالد بيخططوا يبيعوا شقة الحاج محمد القديمة عشان يفتحوا مشروع لخالد. طلبت من المحامي بتاعي يوقف البيع، لأن الحاج محمد كان كاتب جزء من الشقة باسمي كترضية قبل ما يموت. لما عرفوا أم طارق جت تعيط وتترجاني بلاش تخربي علينا يا فتحية، بس أنا قلت لهم زي ما خربتوا عليا سنين، دلوقتي أنا اللي هقرر. خدت أحمد ومشيت لشقتي الجديدة. فتحت دكان صغير في الحارة لبيع الأكل وبقيت معروفة في عين الشمس كلها. الناس بقت تحترمني وأحمد بقى فخور بيا. طارق حاول يرجعني بس قلت له أنت اخترت أمك وأخوك عليا، دلوقتي أنا اخترت نفسي. أم طارق وخالد خسروا كل حاجة وبقى هما اللي الناس بتتكلم عليهم في الحارة. دلوقتي أنا عايشة مع أحمد في بيتنا الصغير. كل يوم بصحى وأنا حاسة إني قوية، بس كل ما أعدي قدام بيت أم طارق بفتكر الذل اللي عشت فيه. مش بنسى، بس بستخدم الوجع ده عشان أكمل. الحياة علمتني إن اللي يكسرك يوم ممكن أنت اللي تكسريه بعدين.